في الفيديو ده هنشوف افكار جديدة ومختلفة للتنظيف والمطبخ. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الفيديو. اول معلومة معانا للمطبخ وهي انك لو حطيتي المعلقة كده ولقيتيها ثبتت كده مية الرز كفاية وتقدري ان انتي تطبخيه. احسن طريقة انا جربتها عشان افك بيها اللحمة لو انا مخرجاها متأخر بالسشوار يا جماعة، بيفك التلج كله وبتبقى سهل عليا عملية التدويب بتاعها. الحيلة دي بقى عجبتني جدا. هنجيب اي جزء من الازازة كده ونخرمه، هيشتغل معانا كمصفى، مش هتسد الحوض تاني وسهل جدا ان احنا نغيرها في اي وقت. الفكرة دي تحفة بقى. اي وايبس عندك وعندك كلوركس جل، خلي الوايبس دي كده امليها وسيبيها شوية تتشرب الكلوركس، ومعاكي وايبس تقدري مطهرة في اي وقت تستخدميها على الاوكر، على الاماكن العامة، الحمامات العامة. بجد فكرة حلوة جدا، بعتمدها على طول. لو غسيلك دايما بيطلع ريحه مش حلوه بقى، اتاكدي ان الجزء ده متنضف كويس. بننضفه باي مذيب دهون او خل بيكربوناته، لازم يتنضف بصفه دوريه. هتحسي بفرق في الغسيل وريحته فعلا، وهيطلع بلاوي لما تشوفيه. الحركه دي بقى حلوه جدا وسهله، وهي هتوفر لك في الزيت. باي توز باك كده اللي هي بتاعه خله السنان، هنخرم بيها الزيت وهتظبطي معاكي الزيت والمقدار والكالوريز كمان لو بتعملي دايت. الحركه دي تافهه بقى بس بصراحه حلوه قوي. بتطبقي الازازه كده عشان ما تاخدش مساحه في الباسكت. بجد حركه لذيذه. كنت تعرفي بقى ان علب الكاتشب او صوصات او كريمات بتتفتح بالغطا بتاعها؟ طبعا كناش نعرف المعلومه دي، حبيت اقولها لك. حلوة بقى ان انت معاكي في اي مصيف يبقى معاكي قفل مفتاح احتياطي. مجرد ما تروحي شقة الايجار المصيف غيري القلب بتاعها عشان تبقي دايما حاسة ان انت قاعدة في امان، وانت ماشية رجعي تاني القلب الاصلي بتاع الشقة. التركة دي بقى هتخلي ريحة الحمام بتاعك في حتة تانية. حطي قطعة قطن كده ورشي عليها اي برفيوم اللي انت بتحبيه وحطيها في بكرة المنديل، دايما حمامك هيبقى منعش. التريك دي بقى جميله جدا يا جماعه. العنب بنحطه كده في بين فوطين ونفضل نفرك بايدينا، هتلاقي العنب اتفرط منك وهيبقى سهل جدا ان انت تعينيه في التلاجة. عندك بقى لو عيون البوتاجاز مسدوده او ما بتطلعش النار كويس، بسرنجه كده وفيها ليمون ابتدي احقني عيون البوتاجاز وهتحسي بفرق بعد كده في النار بتاعتها. جربيها دي وقولي لي ايه رايك، عملتيها ونفعت معاكي ولا لا. بالنسبه بقى للسولوتاب، انا بحط اللي هو الشيء ده مش عارفه اسمه ايه بالظبط، وببتدي ان انا اقطع بيه السولوتاب، بيتقطع معايا بكل سهوله. كنت تعرفي بقى ان الفرشه بتاعه التويلت ليها مكان سري ان احنا نحط كده سائل التنظيف جواها، ونقدر بكل سهوله ننظف التويلت وهتطلع الرغوه معاكي بكل سهوله. الجزء بقى في المقص ده، كنت تعرفي ان بنفتح فيه كل الازايز اللي هي بيبقى صعب ان احنا نفتحها؟ بجد جزء كان مهم جدا وما كنتش بستخدمه خالص لغايه ما عرفت انه بيستخدم في كده. التريك دي بقى حلوه جدا للسفر. بتبتدي جلافز الكيس ده او الجوانتي ده اللي احنا بنستخدمه، نحط فيه الفرش ومعجون السنان ونقدر ناخده معانا في اي مكان. بالنسبة بقى للفكرة دي، ناس كتير ما هتستغربها جدا. سولوتاب وحطيه على الجزء بتاع الطماطم من فوق، وشوفي بقى الطماطم هتعيش معاكي قد ايه، مش هتدبل ولا هتبوش معاكي في التلاجة. دي بقى للناس اللي هي كبار السن بالذات او حتى صغيرين السن اللي ظهرهم بيوجعهم. ظهر المقشه كده وحطي فيه الفوطه وابتدي ان انتي امسحي بقى الحتت اللي ورا الدواليب الوزره، بجد هتتمسح معاكي بكل سهوله. جربي بقى الفكره دي وهتدعيلي جدا. عندنا كده وايبس انا نشفتها، او الوايبس الناشفه معاكي عامه اللي انتي بترميها، لا استخدميها في ايه بقى؟ نجيب حبه روز ونرش عليه اي نوع معطر او برفيوم احنا بنحبه، وهيبقى معاكي معطر هيفضل ريحته مكمله اسبوع اسبوعين. يعني في كل حاجه بستخدمه بايه بقى؟ في العربيه، في الادراج، في الدواليب، في الحمامات. بجد حلو قوي يا جماعه. في البيت عامه بيبقى ريحته منتشره كده في كل انحاء البيت وما بياخدش مكان خالص. لو عجبك فيديو النهارده ما تنسينيش تقولي هتستخدمي اي فكره فيهم وهتنفذي اي فكره فيهم، وما تنسيش اللايك والشير والكومنت اللطيف علشان تدعميني.